السلام عليكم، برحب فيكم في قناة أكلاتي في المهجر. اليوم وبعيدا عن الأطباق الرئيسية حبيت أشارككم في طبقين جانبيين، بس إشي من الآخر. طعم رهيب، وأنا متأكدة إنكم راح تعتمدون إن شاء الله على السفر عندكم. فأنا عملت لكم اليوم تبولة الكسكسي والبطاطا بالتومة والبقدونس. خليكم معي لتعرفوا الطريقة، وإذا لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة أول بأول. خليكم معي. الطريقة الأولى راح أنقع كوب من الكسكسي مع كوب ماء ساخن وأحركهم وأغطيهم ربع ساعة. بعد الربع ساعة بلاقي إنه الكسكس اتشرب المية وصار كتلة واحدة، فبدي أفكفكه عن بعضه وأحركه منيح. بضيف من معلقة لمعلقتين زيت زيتون، وبضيف معلقة ملح، وبحركهم مع الكسكسي. هلقيت بالنسبة للخضار لازم نقطعها صغير كتير. بنضيف خيارة مقطعة صغير، وثلاث حبات بندورة، بقدونس مفروم، وبصلة صغيرة، ونعنع مفروم، وزيتون أسود مقطع، ومنحركهم كلهم مع بعض. بضيف الكسكسي فوق الخضار وبحركه كمان معاهم. بعدين بضيف معلقة أو معلقتين من الخل حسب الرغبة، وعصير نص ليمونة، وزيت زيتون، وبحركهم مع بعض. وفي هذه المرحلة كمان بدي أدوق الملح تبع التبولة، إذا احتاجت بضيف لها. التبولة في بلاد الشام طبعا طبق مشهور كتير وشعبي والكل بحبه، بس بتم استبدال الكسكسي بالبرغل الناعم، وهما بالطريقتين كتير ذكيين. بالنسبة للطريقة التانية فبدي أسلق حبات بطاطا، بنقيها صغيرة، وبعد ما تنسلق بدي أقشرها، بس بدي أحافظ على قوامها يضل زي ما هو من غير ما أقطعها. بعد ما قشرت حبات البطاطا بدي أدق تومة وأفرم بقدونس، طبعا الكمية حسب الرغبة. وعلى الغاز بدي أحط قطعة زبدة، ولما تدوب بدي أضيف معاها التومة المدقوقة وأحركها لتدبل شوي، وبضيف البقدونس وبحركهم مع التومة، ومنضيف ملح وفلفل أسود، وإذا بتحبوا مثلا أوريجانو. آخر مرحلة بدي أضيف البطاطا المسلوقة اللي قشرتها، وأقلبها مع التومة والبقدونس بس شوي شوي عشان ما تتكسر، لحد ما ألاقي البطاطا تشربت الخليط تماما وأخدت بالطعم. ما بتاخد وقت كتير. هاي كانت طريقتنا لليوم لأطيب وأروع مقبلات بتنحط على السفرة. جربوها وقولوا لي رأيكم. وزي ما لاحظتوا إنه المكونات بسيطة وعقد الإيد، موجودة في كل بيت. وإذا عندكم أفكار جديدة أو أسئلة ما تبخلوا علينا. وشكرا كتير لكم على المتابعة. بتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وتضلوا بألف خير.